النهارده هنتكلم عن راوتر اورنج الجديد الفي دي اس ال اللي هو اللون بتاعه بلاك، اللي هو الاسمر الكبير. تمام، اللي هو موديل اتش 188 اي. احنا النهارده هنتكلم لو حضرتك عملت ريست للراوتر، وبعد الريست طبعا الاعدادات الافتراضيه بتاعه الراوتر رجعت لطبيعتها. الريست ده يا شباب لما بيكون فيه مشكله معانا في الراوتر بنبدأ نجيب دبوس ونضغط في السن كده، في فتحة صغيرة جدا كده ورا الراوتر. بتجيب دبوسة تفضل ضاغط عليها لحد ما اللمبات كلها تطفى وتبدأ تشتغل تاني. ده انت كده عملت ريست. تمام، الريست ده عبارة بيكون الراوتر بيرجع للإعدادات الافتراضية بتاعته، يعني الإعدادات بتاعت الشركة بتاعته. تمام، الإعدادات الافتراضية طبعا بتكون، يعني لو حضرتك عامل اعدادات للواي فاي او عامل اي اعدادات في الراوتر، ده كله بيتبخر، الاعدادات بتاعه الراوتر هي اللي بترجع لطبيعتها. تمام. طيب، حضرتك دلوقتي بعد ما عملت كده والاعدادات رجعت لطبيعتها، تمام، فاحنا دلوقتي بقى النت مش شغال عندنا. طيب، احنا دلوقتي اول حاجه عايزين نشغل النت. تاني حاجه عايزين نخفي كلمه اورنج من اسم الشبكه. تالت حاجه عايزين نغير باسورد الواي فاي، عايزين نغير اسم الشبكه، عايزين نعمل اخفاء للشبكه. تمام، خليك معانا وهتفهم كل حاجه في الشرح ده. تمام. طيب، اول حاجه بتبقى فاتح متصفح وبتبدا تكتب 192.168.1.1 وتقول انتر. تمام، ممتاز جدا يا شباب. زي ما انتم شايفين بيبدأ يظهر معانا بالشكل ده. تمام، اول حاجة في الراوتر هتلاقي يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ظهر الراوتر، هتبدأ تكتبهم من على ظهر الراوتر بتاعك. تمام، ولكن انا بالنسبة لي انا اليوزر نيم والباسورد بتاعي، يعني الباسورد اللي في ظهر الراوتر، انا مغيره وكاتبه حروف بسيطة وسهلة، بحيث اللي انا ما اقعدش ابص كل شويه على ظهر الراوتر واقعد اكتب حروف كبيره حروف صغيره، وقصه كده ايه متعبه شويه. تمام، لو حضرتك برضو حابب تغير الباسورد بتاع صفحه الراوتر اورنج موديل اتش 188 اي، تمام، عايز تغير الباسورد يكون باسورد سهل عشان ما تقعدش كل شويه تبص في الراوتر، سيب لي كومنت اسفل الفيديو واخليك تقدر تغير الباسورد بتاع صفحه الراوتر بكل سهوله. تمام، انا بالنسبه لي هكتب يوزر، تمام، عفوا، يوزر. انا كده كتبت يوزر، اليوزر نيم يوزر، كلنا عندنا اليوزر نيم يوزر. تمام، الباسورد بقى هتلاقي عندك حروف كبيره حروف صغيره ارقام. انا بالنسبه لي مغير الباسورد، تمام، فانا هكتبه زي ما انا مغيره. تمام، بعد كده هضغط على لوج ان. عفوا، احنا كده كتبناه غلط. تمام، هنكتبه تاني، احمد. ممتاز جدا يا شباب. بعد كده هو فتح معايا بالشكل ده. تمام، اول حاجه هنبدا نعملها نضغط على كلمه انترنت. هنضغط على كلمه انترنت، بعد كده هنجيب وان اللي هي دبليو اي ان. تمام، هنضغط عليها. تمام، بعد كده هنختار حاجه اسمها في دي اس ال وان انترفيس. تمام، هنبدا نضغط عليها. تمام، هنبدا نضغط عليها بالشكل ده يا شباب. فتحت معايا قائمه. تمام، هتيجي على حاجه اسمها سيرفيس ليست. تمام، سيرفيس ليست دي هتلاقي في علامة صح على الأيقونة دي. العلامة ديت هتلاقي علامة صح معمولة كده عندك في الراوتر بتاعك على تي ار 069. تمام، فانت هتشيل كلمة الصح. تمام، بعد كده هتبدأ تكتب هنا على ام تي يو، هتبدأ تكتب 1420 اللي هو 1420 1420. تمام، بعد ما تكتب الكلام ده كله هتبدأ تضغط على اليوزر نيم. اليوزر نيم طبعا هتبدأ تكتب رقم تليفونك الأرضي، رقم تليفونك الأرضي اللي عليه الخدمة
بتاعه النت. تمام، هتبدا تكتب رقم تليفونك الارضي. بكرر كلامي تاني يا شباب عشان برضو في ناس بتغلط في الجزئيه دي. اليوزر نيم هتبدا تكتب رقم تليفونك الارضي اللي عليه خدمه الانترنت، تمام، زائد كود المحافظه. يعني تكتب مثلا كمثال 02، بعد كده تبدا تكتب رقمك تليفونك الارضي. تمام، بعد كده هنا الباسورد هنا هتبدا تكتب الباسورد، هتبدأ تكتب 1 2 3 1 2 3. بعد كده هتبدأ تضغط ابلاي. تمام، بعد الريست اللي انت عملته كده ان الراوتر بدأ يسحب معاك انترنت والنت بدأ يشتغل معاك على الراوتر. تمام، طيب بعد كده هنرجع بقى لحاجة لإخفاء كلمة اورنج من شبكة الواي فاي. هنبدأ نضغط على لوكال نتورك، بعد كده نجيب دبليو لان، بعد كده هنضغط على WLAN SSID configuration اللي هي تاني اختيار ده، هنضغط عليها بالشكل ده. هيبدأ يفتح معايا 8 شبكات من 1 SSID 1 لحد SSID 8. دول 8 شبكات. طيب حضرتك دلوقتي انت عايز تخفي كلمة اورنج. عشان تخفي كلمة اورنج من على اسم الشبكة، تمام، يعني انا مثلا الشبكة بتاعتي بتظهر دايما اورنج داش احمد مثلا، انا كاتب اسم الشبكه بتاعتي احمد مثلا كمثال يعني، فانا هكتب اورنج بعد كده داش بعد كده احمد، هتلاقيها ظاهره قدامك كده على الشبكه. طيب لو انا عملت اخفاء للشبكه، هاجي اكتب لكل واحد اضافه شبكه، هكتب اورنج بعد كده اكتب داش بعد كده اكتب احمد؟ لا طبعا، هنعمل احنا بقى اخفاء لكلمه اورنج من على الشبكه. ونقدر لو هنخفي شبكه الواي فاي بتاعتنا نكتبها حرف او حرفين زي ما انا عامل. انا طبعا كاتب شبكه الواي فاي بتاعتي حرف وعامل لها اخفاء عشان ما اجي اكتبها لاي حد اكتب حرف واحد ما اقعدش اتعب واتلخبط والكلام ده كله. تمام، طيب انا دلوقتي عشان اتجاهل كلمة اورنج من على اسم الشبكة ما تظهرليش في اسم الشبكة بتاعتي كلمة اورنج داش كذا، تمام، فانا هبعد عن SSID 1 لو انا بشتغل على شبكة 2.4 جيجا هرتز. تمام، طيب لو انا بشتغل على شبكة 5 جيجا هرتز يبقى انا هبعد عن SSID 5. تمام، يعني انا كده فهمته. لو انا شغال على شبكه 2.4 جيجا هرتز يبقى انا هبدا اقفل شبكه SSID 1 اللي هي اول واحده دي، SSID 1 اللي هي على 2.4 جيجا هرتز، هبدا اعمل لها اوف. تمام، عشان هي دي خاصه بكلمه اورنج اللي دايما بتظهر معاك في الشبكه. تمام، طيب لو عندك لو انا شغال على 5 جيجا هرتز، تمام، ومتفعله معايا، يبقى انا هاجي عند SSID 5 هعمل لها اوف اللي انا اقفلها خالص وابدا اشتغل على 6 و7 و8، وبرده نفس النظام فوق ابدا اشتغل على 2 3 4 اي شبكه من دول. تمام، ولكن SSID 5 اللي هي 5 جيجا هرتز اول واحده معمول عليها مش عارف اللي هي مقفوله خالص ليه كده، يعني مش ما ينفعش تفعيل ولا قفل ولا اي حاجه. تمام، فانا مش عارف ليه. تمام، طيب يعني انا هديك كمثال، لو دخلت على SSID 1 وضغطت كده هتلاقي مكتوب SSID نيم اورنج داش احمد. تمام، فانا مش عايز الشبكه دي عشان مكتوب فيها اورنج داش احمد. لو انا عامل اخفاء الشبكه هبدا اكتب اورنج داش احمد، لا انا عايز اكتب حرف او حرفين. تمام، فانا هبعد عن SSID 1. طيب SSID 5 لو انا شغال على 5 جيجا هرتز هتلاقي برضو نفس النظام، SSID نيم مكتوب عليها اورنج احمد، اورنج احمد. تمام، فانت لو هنا بصيت على كلمه SSID نيم اورنج داش احمد هبدا اكتب برضو الكلام ده كله. لا طبعا انا مش عايز كلمه اورنج تظهر معايا في اسم الشبكه، فبالتالي هبدا اختار في 2.4 جيجا هرتز، لا اما اختار SSID 2 او 3 او 4، او برضو في الثانيه هبدا اختار في اللي هي 5 جيجا هرتز هبدا اختار SSID 6 او 7 او 8. يعني لو جينا على 6 هتلاقي كده مفيش كلمه اورنج. تمام، ولو جينا على 2 كده طبعا انا كله قافله ولكن مفعل 2 لان انا شغال على شبكه 2.4 جيجا هرتز. تمام، لو انا ضغطت عليها كده هتلاقي
اس اس اي دي 2 اس اس اي دي نيم، مفيش كلمه اورنج، كل الاس اس اي دي نيم اسم الشبكه بتاعتي حرف الاي، بتظهر حرف الاي لاي حد، ولو عامل اخفاء للشبكه اعمل اضافه شبكه واكتب حرف الاي، يبقى انا كده عملت واحده بس. تمام. طيب اس اس اي دي بقى هنرجع لاعدادات الواي فاي. تمام. اس اس اي دي نيم هنبدا نكتب اسم الشبكه هنا زي ما انت تحب. تمام. انا طبعا اسم الشبكه بتاعتي حرف الاي. تمام. طيب لو انا عايز بقى اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي هاجي عند اس اس اي دي هايد وهبدا اعمل اون، يعني لو لقيت عندك علامه الاوف لا اعمل علامه اون. اون دي يعني اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي. تمام. هنا طبعا هنا الحمايه، طبعا لو انت عايز حمايه فبتكون اعلى حمايه، اخر حاجه ديت بتكون اعلى حمايه في الراوتر. تمام. هنا طبعا لو انت عايز تغير الباسورد، طبعا لو انت عايز تغير الباسورد طبعا بتبدا تكتب تغيير، تبدا تغير باسورد الواي فاي من هنا. تمام. لو انت عايز تشوف الحروف اللي كتبتها تعمل شو باسورد على المربع ده هيبدا يظهر معاك. تمام. فانت بتبدا بقى تغير الباسورد بتاع الواي فاي بتاعك. تمام. بكل سهوله. تمام. بعد ما بتعمل ده كله بتبدا تضغط على كلمه ابلاي، فخلاص هو سيف معاك كل الاعدادات. ده كان شرحنا النهارده. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.